المسلسلات السنة دي هتطلع الأساطير المصرية القديمة واللي مش كتير مننا يعرفها كويس. الرسمة اللي قدامكم دي اللي شافها المداح في ممر تحت الهرم ولقى فيها سلسلة، السلسلة دي فيها الشمس المجنحة واللي ذكرها أجدادنا على شكل أسطورة شبيهة من حدوتة أحداث مسلسل المداح. الحدوتة دي بتقول إن رع حور أختي وهو اللي كانوا بيرمزوا ليه بقرص الشمس كان على مقدمة جيش كبير بالتصدي لمؤامرة ضده، صف وقتها أعدائه بالأرواح الشريرة. قامت بينهم حرب استمر رع حور أختي في مطاردتهم حتى وصل للنيل في مدينة إدفو. بعدها وكل حورس اللي بيرمزوا ليه برمز الصقر أو عين السماء لإكمال مسيرة الحرب دي، بيظهر حورس بشكل قرص شمس مجنح ويطارد أعدائه حتى اضطر أعدائه للهروب. وذكر إن بعدها تخط اللي بيرمز ليه بالحكمة أن ينال حورس لقب حور الإدفوي ويرمز ليه بشكل الشمس المجنحة. الأسطورة لحد هنا غير محرفة وفقا لتاريخ القدماء المصريين، لكن في العصر الأشوري دونوا القصة بشكل مختلف تماما، جعل منها ديانة لعبادة الشمس، ودي ملناش دعوة بيها، مش هي المقصودة أبدا من العلامة المدونة على جدران مقابر أجدادنا المصريين. الرمز ده يعني حورس الإدفوي نسبة لفوزه في معركته مع قوى الشر. ومن هنا نبتدي نفهم الورث اللي سابهولنا أجدادنا قدماء المصريين عشان يساعدنا في حربنا مع قوى الشر في عصرنا الحديث. مصر أرض الإله.